السلام عليكم، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو بسيط بس مفيد للكل، وهو هنعمل الزبده الصفراء. هنعملها بثلاث مكونات وموجودين في كل بيت. اول حاجه تجيبي السمنه اللي يعجبك، تجيبي روابي، تجيبي كريستال، تجيبي فرن، تجيبي جنة، اللي يعجبك اي نوع اللي انت هتعمليها هي دي اللي هتطلع لك. تجيبي زبده صفراء برضو، دي حاجه ترجع لك انت. وبالنسبه للمكون التاني القشطه، طبعا القشطه مش تشتريهاش، انت بتجيبي اللبن البلدي بتحوشي الوش بتاعه لغايه ما يبقى كوبايه، وهوريكي تعملي بيها ايه. والمكون التالت وهو الزيت. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. شفشق الخلاط، واول حاجه هنضربها القشطه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضربها واوريها لكم شكلها عامل ازاي. اهو يا حبايبي، اهو شكله. بس القشطه لما ضربتها انا عايزاه. هنحط بقى يا حبايبي ان شاء الله بعد ما ضربنا القشطه هنحط ذره ملح، وما تكونش كتير عشان لو استعملتيها في الحلويات. وهنحط معلقه خل، معلقه خل كبيره. وبعد كده ان شاء الله المكون التاني اللي هو ايه، السمنه اللي انت جايباها ايا كان نوعها بقى، ونضربهم برضو مع بعض في الخلاط، وهوريكم شكلها بعد ما اضربها. ولازم تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش في التلاجة محطوط زي كده. هضربها واوريكم شكلها ان شاء الله. اهو يا حبايبي بعد ما حطيت القشطه وعليها السمنه، بصي شكلها عامل ازاي. بصي القوام بتاعها عامل ازاي، يعني مش زي بتاعه اللبن بتبقى سايله خالص. دي بصي دي جمالها. ولسه هنضيف لها الزيت كمان، هتبقى برضو كده. بمجرد ما هتحطيها في التلاجة مفيش نص ساعه بكتيرها هتبصي تلاقيها بقت زبده صفرا. وهروح احط الزيت اهو، بس الزيت هحطه مش مره واحده، وهوريهولكوا بعد ما اضربه واحطه في الخلاط. اهو يا حبايبي بصوا شكلها كريمي ازاي، زي معجون الجبنه المثلثات. بصوا شكلها مش غير ام لبن خالص خالص. بمجرد ما هتحطيها في التلاجة مده بسيطه هتلاقيها مسكت معاكي وبقت ايه، زبده صفرا. مش قادره اقول لكم على ريحتها وعلى شكلها. شكلها اساسا عايز يتاكل. بصوا جمالها، بصوا تقيله ازاي. طبعا الايام الجايه دي ان شاء الله هتحتاجي سمنه كتير. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.